البحث عن المجهول في العالم لاكتشافه دي هواية عند ناس كتير اللي بيطلق عليهم الرحالة. دايما بنتعرف على كل ما هو جديد وكمان كل ما هو غريب وعجيب لما بنلتقي بيهم. بيحكوا لنا على عادات وتقاليد شعوب وقبائل كمان، وبيقولوا لنا بيحكوا لنا على اكتشاف أماكن ومناطق جديدة في الكرة الأرضية ما قدرش إنه يوصلها لسه إنسان. العالم الرحالة بالتأكيد هو عالم غريب بيبدأ من التمرد على ما يسمى بكلاسيكية الحياة أو الحياة النمطية. عالم كله مواقف وعجائب، خاصة لما يكون مع رحالة زار وتجول في أكثر من 72 دولة بيبحث في خلالها، يمكن زي ما أمل أوضحت، عن المجهول. ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد الشهاوي اللي بيسعدنا أن يكون معنا اليوم من القاهرة، هو رحالة مصري بدأ حياته العملية كمهندس لتصميم الماكينات الآلية ل 16 اختراع في كل من النمسا وألمانيا. أبرزها اختراع في سنة 92 عندما اخترع ماكينة بتعمل بدرجة دقة عالية جدا ساهمت في إنتاج شرائح السيليكون للحاسبات الآلية، وحصل أيضا على لقب كبير مهندسين في أكبر الشركات الألمانية والنمساوية، لدرجة أنه عرضت عليه الجنسية الشرفية النمساوية. ده صحيح، واحنا معانا النهارده المهندس احمد الشهاوي. هو رحاله مصري لكن هو كمان عالم في الاختراعات زي ما قلنا. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك. وقبل ما نخش في البلاد والاماكن اللي حضرتك زرتها، هو فعلا الرحاله ده لازم يكون شخص بيتمرد عن الواقع؟ التجربه دي حصلت لحضرتك؟ هو زي ما سيادتك قلتي، السر في الموضوع فعلا في كلمه التمرد، والكلمه اللي اقدر اقولها لاي شاب: تمرد على كل شيء، تمرد على نفسك، تمرد على المجتمع اللي حواليك، حتى لو كنت ناجح. حتى لو ده بالعكس، التمرد هو اللي بيجيب النجاح. الحياة الكلاسيكية ممكن الإنسان يصل فيها إلى حياة هادئة، ياكل ويشرب ويتجوز ويخلف عيال ويكسب فلوس ويموت. ويكسب فلوس ويموت. ده أي نجاح في هذا الموضوع أيا كان حجمه، أي فلوس كان حجمها في هذا الموضوع، أنا بعتبره نجاح كلاسيكي ملوش بهرة المجهول، بهرة الجديد. إبهار الجديد لابد من التمرد. ولكن كلمة التمرد برضو ربما يكون لها مدلولات يعني مش مريحة في النفس يا باشمهندس. لا، يعني مثلا مسألة الثورة وعدم التنظيم، يعني مسألة ان هو الحياة مش عبثية برضو. يعني لا طبعا يعني طبعا. هو ربما أصحح لي برضو، يمكن المقصود بحتة التمرد هنا يعني هو ترك كل ما هو تقليدي، ولكن برضو بنظام، بتفكير وبخطة مدروسة. يعني. طبعا التمرد هنا في مقصود به الجانب الإيجابي. التمرد يعني مش لازم أمشي الطريق اللي كل الناس مشيوه، يعني أدور على طريق جديد خاص بي أنا لازم أقتنع بأن أنا شخصية مميزة، ما هيش أحسن من الناس التانيين في حاجة ولا التاني أحسن مني في حاجة. مختلفة يعني. مختلف. لازم هذا الاقتناع يبقى في صميم كل إنسان، إن أنا إنسان في شيء مميز، هو إيه أنا مش عارفه، وأنا مهمتي في هذه الحياة إن أكتشف هذا الشيء. أبدأ أدور زي أنا بدأت أدور على هذا الجانب في الهندسة. متى دهمتك لحظة التمرد؟ التمرد بدأت من وانا طفل، عند 4 سنين اسيب اهلي واخد بعضي وامشي في وسط الغيطان والبلاد، ويطلعوا يجروا ورايا ويجيبوني ويضربوني: انت رايح طفشان؟ اقول لهم انا مش طفشان، انا رايح اتفرج على البتاع. يعني التمرد حتى بعد ما كنت في الثانويه العامه، اجي الاقي اي اتوبيس في محطه الاتوبيسات، اجي راكب الاتوبيس وانا مش عارف هو عايز يروح فين، وانا متعمد اركب اتوبيس مش عارف هو يروح فين. تبحث عن المجهول. فالراجل يقول لي: انت عايز تروح فين؟ تذكره فين؟ اقول له: انا مش عارف انت رايح فين. واروح اي مكان، مدينه من المدن. الرغبه في اكتشاف كل ما هو جديد. نعم. لانه برضو كلمه التمرد دي نتعامل معاها بحذر شويه عشان الشباب ما يفهموناش غلط. يعني خلال البحث عن كل ما هو جديد، ويعني صبر اغوار الكون والبحث عن كل ما هو جديد في الكون. ولكن الغريب يا باشمهندس ان انت يعني زي ما قلت في البدايه، ودي كانت يعني كلمات بسيطه في تفاصيل كتيره جدا عند حضرتك، انه انت كنت انسان ناجح، يعني وصلت درجات عاليه جدا جدا من النجاح في سنوات بسيطة. فكان ده شيء طبيعي انك تسيب كل هذا النجاح وكل هذه الشهرة وهذا العالم، عالم التكنولوجي والتفاصيل اللي فيه، ومستقبله مستقبل واعد طبعا على مستوى العالم، تسيب ده كله وتتجه ل يعني اشباع هذه الرغبة بداخلك لاكتشاف الكون واكتشاف كل ما هو حولك. نعم. أنا بحس إن ربنا كان ليه إرادة قوية وواضحة ورسالة واضحة في هذا الموضوع. أنا زي أي شاب بيكافح رحت درست في جامعة جراتس في جنوب النمسا، وهي من الجامعات المشهورة جدا والجامعات الصعبة جدا. يعني عشان تخلص بتاخد 10 سنين 12 سنة في الدراسة عشان تخلص، يعني دراسات صعبة جدا. وتخصصت في الماكينات الكاملة الآلية، الماكينة التي تعمل تماما بدون تدخل البشر، اللي بيسموها روبوت، أو في اصطلاح ما بحبش استعمله يقول له الإنسان الآلي، أنا الاصطلاح ده ما بحبوش بأكرر، لكن هي معروفة بهذا الاصطلاح. كيف
والموضوع تدرج بقى، احنا كنا دخلنا في الاخر في الماكينات الذكيه، مش المكنه اللي بعمل لها برنامج بالكمبيوتر وهي بتنفذ البرنامج. المرحله دي عدت في اوروبا من زمان. دلوقتي مش بتنفذ البرنامج ده، انا بجيب المكنه وبعلمها زي فكره تعليم الطفل. يعني انا بمسك الايد بتاعه المكنه وامشي بيها هنا البتاع ده، اقول له يشيل البتاعه دي فيشيل، وهو راجع احط له ازازه في الطريق فيعملها فتنكسر. فيخزن هذه المعلومه في ذاكرته. فكره ذاكره الطفل بتنشا ازاي؟ يحط ايده على النار فيتحرق صوابعه فيعرف ان النار دي ما يجيش. وفكره بهذه الطريقه بتتحوش المكنه كميه معلومات وتبدا هي تتصرف على هذه المعلومات. دي كانت مرحله من المراحل، من اخر المراحل المشاريع اللي انا اشتغلت فيها، وكان الموضوع ده بيبهرني ابهار. واشتغلت في مجال الهندسه يعني بقلبي وبجسمي من 6 الصبح ل 12 بالليل، وما كانش في حياتي كلها غير المكن والآليات. والنجاح طبعا ليه إبهاره وليه بريقه. واستمتعت أنا بهذا البريق واستفدت منه حتى يعني ماديا بس الطريق ده ملوش نهاية، يعني كل ما بتاخد خطوة أنت عايز خطوة تانية. أنا جت بعد فترة ليه بقى انسحبت؟ أنا جت بعد فترة معينة، سألت بعد طبعا الأمور ما استقرت وبقيت في منصب كبير حتى بالنسبة للأوروبيين، مش حتى بالنسبة كأجنبي، يعني كبير مهندسين وتحت 39 مهندس ألماني. أنا الآمر الناهي، ما فيش أمر ونهي هناك يعني أنت بس بتوجههم يعني. لا احنا كنا متخصصين مش في صنع الماكينات، احنا متخصصين في اختراع الماكينات. يعني احنا نصنع ما ليس موجود قبل كده، ولذلك كل مكنه عملتها لم تكن موجوده على الارض. وفي ماكينات من اللي انا عاملها منتجاتها موجوده في مصر، موجوده في العالم كله، ماكينات ما زالت شغاله حتى يومنا هذا. دخلت في المجال ده واستتبت الامور وكله النجاح وكله يسقف لي وبرافو وخدت جوائز والامور بقى. جه السؤال التقليدي: وماذا بعد؟ هل الحياه كده خلاص انتهى الموضوع؟ افضل بقى في الدوامه دي زي ما بيقولوا حصان الطاحونه، الالمانيين يقولوا حصان، تفضل تلف بقى في الطاحونه لغايه ما تموت؟ قلت لا، اولا انا مش عايز فلوس اكتر من كده. انا فكره الفلوس، انا محتاج الفلوس بس اللي تكفيني عشان اعيش، لكن الفلوس في حد ذاتها عمرها ما كانت هدف في الحياه. فانا طبعا مش راجل غني ولا حاجه، بس هذا المبلغ كان يكفيني. فقلت لا، كفايه على كده، راجل قنوع. ورجعت البيت لمراتي قلت لها انا هستقيل. تستقيل ايه؟ تستقيل من منصب انت يعني اعلى من وزير هناك، كل الابواب بتتفتح لك، يعني ازاي تستقيل ومبالغ، يعني انا ما بحبش اتكلم، مبالغ ضخمه بتدخل الحساب كل شهر. ايه ده؟ ازاي تستقيل؟ ازاي انت وكله انت عايز ايه من الدنيا اكتر من كده؟ قلت لهم انا عايز الحياه، انا عايز الحياه البسيطه. انا قلت لمراتي في هذه اللحظه انا اتمنى ان اقعد على الناصيه ابيع بطاطس واكسب 10 قروش بس، واقعد اغني كده ولا انا تشبعت من المدنيه وعايز اعمل حاجه ثانيه. حاجه ثانيه خالص. لا، حتى هذه اللحظه انا ما اعرفش، انا بدور زي ما سيادتك قلتي يعني المجهول اللي جوايا اللي انا في هذه اللحظه مش عارفه. فكنت في رحله، قلت لها في واحد صاحبي صيني زمان قال لي في جنوب غرب الصين في غابات لم يطأها بشر ومناطق مجهوله تماما. فقلت دي تبقى جميله، كانت اول مره اخش الغابات الاستوائيه. فرحت خدت معايا زي اي واحد سايح. حتى هذه اللحظه انا انسان عادي. حب السفر موجود والتنقل، لكن مش بهذه بالطريقه دي، مش بهذه. فدخلت مع الراجل وبعد ساعتين. بس انا بلفت نظر حضرتك انه في بعض الصور احنا بنعرضها، لو حبيت تعلق عليها حضرتك تتكلم يعني طبعًا عشان بس المشاهدين يعرفوا ايه الصور دي مع بعض وجوه الناس. دول ناس كلهم اصحابي واعرفهم من قبائل وشعوب مختلفه من قارات الدنيا كلها طبعا. انا خلصت امريكا الجنوبيه كلها، خلصت تقريبا اسيا كلها، خلصت نص افريقيا، اوروبا كلها، يعني عملت يعني العمليه بسم الله ما شاء الله اكبر من الحص. وطبعا وصرفت كل الفلوس اللي انا كسبتها قبل كده في الموضوع. هترجع تاني للهندسه لا لسه في شويه، طيب رحت الغابات الاستوائيه، كانت رحلتك ازاي؟ دخلت الغابات والراجل مشي معايا ساعتين وقال لي ما اقدرش اخش اكتر من كده، في خطر، في تعابين وحيوانات وبتاع. قلت له بس انا عايز اخش. قال لي لا ما ينفعش. فقلت له خلاص ارجع انت استناني، انا هدخل انا. ودخلت، طلعت بعدها باسبوع. وهذه التجربه كانت اول تجربه ليا في الغابه. اسبوع في غابات استوائيه لوحدك؟ ومعيش حاجه ولا معايا سكينه ولا معايا حاجه، انا تهت اصلا. انا تهت، ما عرفتش اطلع. بس بعد ما طلعت من هذه الرحله ورجعت، الصوره الوحيده اللي فضلت في دماغي هو هذا الاسبوع والليل في داخل الغابات والتعابين والنمور. تحس انهم كلهم جايين عليكي. وبعد كده تبداي تدوري على حاجه تاكليها، تلاقي تعبان، تلاقي ورد، تلاقي يعني يجي عليك الليل كده تنام في الغابه. اي حته كده، اي حته ادور لحته تعتبر شبه امان. وبعد كده خلاص بقيت انا محترف. انا 20 غابه في العالم، 23,000 ساعه قضيت. بس المساله ما كانتش يعني امنه 100%. لا ما فيش امان يعني، والحياه اصلا ما فيهاش امان. يعني الاسبوع
الاسبوع هيبقى في ما ولا انا ما انا حتى- بس عايز افهم انا عارف يعني هيجيب قصدي الأمان منين في ما الغابة يعني؟ تعرضتش طبعا لموقف اتعرضت طبعا. يعني اتعرضت. مش كل عايز ما يؤدي للموت قابلني. في خلال الاسبوع ده لا الاسبوع ده ما كانش، الاسبوع ده كان طيب ابن حلال، كان شويه اسبوع تعابين. امن اهو الاسبوع عدى على لا خير. تعابين ماشيه وبتاع جنبك، ده موضوع بعتبره يعني بسيط. في حاجه انا عايز استغلها مهمه فعلا بالنسبه للصور، لان جايب صور من نوع معين. ده شمبانزي ده او لا ده حيوان الاورنج اوتان، ده اللي بيسموه القرد الانسان، لانه وزن طوله زي طول الانسان حوالي 170 سم، وزنه حوالي ده فين ده 90. يا فندم ده؟ ده موجود في غابات سومطرة، في غابات بروناي، موجود في جنوب شرق اسيا. والحيوان ده مدة الحمل عنده 9 شهور زي الانسان. البني آدم. مهم جدا. الاشجار اللي احنا شايفينها دي، الاشجار دي تنبت في المياه المالحة، ومفيدة جدا في حماية الشواطئ. وانا ببعت رسالة يعني اذا كان من مستجيب هذا الموضوع، هذه التجربة تصلح لحماية شواطئ، تآكل شواطئ في دول الدلتا. عملتها في كل الدنيا موجوده، زارعينها على شواطئ. ده موجوده في جزيره تيومان في ماليزيا، مش اختراع جديد، بتنبت في وسط الميه المالحه وجنبها بيتحوش السمك، وحاجه جميله ومش محتاجين وبتحمي الشواطئ. ومش محتاجين الكتل الخرسانيه اللي حاطينها في البحر المتوسط عشان البتاع ده، والبتاع ثمنه ما فيش اي حاجه. هو في منه، هو ده نوع من انواع المانجروف. انا عارف ان واحد هيقول لي لا احنا عندنا في مرسى علم في مانجروف في 250 نوع من اشجار المانجروف، وكل نوع يختلف عن الثاني. في ينبت بدون ماء تماما، وفي ينبت في وسط الماء، يعني حدوته كبيره انا كاتب عنها في الكتاب بتاعي. اشجار المانجروف لكن شكله العام جميل، يعني ينفع هو المشكله انه بيمسك التربه. لا ينفع مثلا يزرع على شط زي مدينه زي اسكندريه ويبقى شكله جميل ولا بيحمي تاكل الشواطئ. بيحمي تاكل الشواطئ. اللي احنا شايفينه ده تعبان الكبرى الملكيه. التعبان ده وقع على بطني وهو ماسك السحليه دي، نوع من الاجوان، ده طولها حوالي 60 سم. وقع على بطني وانا نايم في ماليزيا في جزيره تيومان. وقع عادي جدا يعني. لا ده بالعكس بقى، انا قلت حتى عشان السلسله تكتمل، التعبان كل الاجوان اللي هي السحليه دي بيسموها الاجوان، وانا كلت التعبان حتى السلسله تكتمل يعني. ربنا يديك الصحه يا باشمهندس. لحم التعابين السامه بوجه عام يعني زي لحم الفراخ. دي وانا في افريقيا، دي كنت في جمهوريه افريقيا الوسطى، وهم بيقيموني انا هناك كل رحله بعمل عمل انساني. فانا هناك تبرعت في تاكيل والانفاق على 400 طفل من الناس الجعانه، فاللي عندهم زي العمده جاي لبسني بتاع من الورد، تاج من الورد، وهو بيقول لي انت بتعمل الكلام ده، مش قادر اتخيل ان اعمل الكلام ده بدون اي هدف وبدون اي مقابل يعني. فدي كان تكريم يعني مش دايما الرحله بتبقى الهدف اللي فيها استكشافي، ساعات بيبقى في عمل دايما انساني. فيها عمل انساني لابد. انا بعتبر ان دي الضريبه اللي لازم ادفعها. اي مكان لازم اروح اساعد الفقراء هناك وبعيش وبعمل لهم احتفالات. جميل قوي البعد الاخلاقي كل ما دي من الحاجات الظريفه جدا، من اغرب الحاجات. دي قبائل اسمها قبائل البامينجا بتعيش في شمال الكونغو، وبيكسروا اسنانهم. لو دققت النظر في السنان، السنان دي مكسوره من اليمين والشمال. مفيش اسنانهم ازاي؟ مفيش سنان، مفيش بني ادم سنانه القداميه كده. هو بيكسروها عن عمد يعني. بحق طبعا، عشان هم بياكلوا اللحم الني، والسناننا العاديه احنا غير قادره على اكل اللحم الني، فبيحطوا عود خشب وهو يعض، لانه لو كسر كده السنه كلها هتخلع. ويجي على حرف السنه يكسر من اليمين ويكسر من الشمال ويقعد تاخد شكل مدبب عشان المدبب. يعني هم بيتغذوا على الاكل الني باستمرار. بياكلوا يعني بالاساس ما بيسووش اي اكل. نقولوا 99% بياكلوا الحيوانات نيه. القرود بياكلوا، هم القرود هناك وبياكلوا القرود نيه. هم صحتهم كويسه. لا والله دول ما بيعمروش كتير. القبائل دي ما بتعمرش كتير. هم مشهورين. ده بيت من البيوت بتاعتهم، وطبعا البيت صغير جدا، انا حجمي بالنسبه لهم عملاق. هم بيسموهم دول اخر اقزام افريقيين عايشين في الغابات. دول ايه في شمال الكونغو يا فندم؟ في شمال الكونغو وجنوب جمهوريه افريقيا الوسطى، وفي جزء منهم على حدود الجابون. منفصلين بقى عن طبعا عن في جزء منفصل، في جزء متصل قليلا، في جزء متصل اكتر، في جزء منفصل. كنت بتتواصل معاهم ازاي الناس دول؟ بالاشاره طبعا. دي من الحاجات الجميله جدا النادره على وجه الارض. دي صحراء الملح، ده كل ده ملح في بوليفيا. 20,000 كيلومتر مربع وبعمق 200 متر ملح فقط. مفيش حد غير حضرتك واقف. لا انت لو في البتاعه دي، لو فعلا الواحد يموت من العطش لو ما فيش ميه ولا بتاع. بس عشان انا ما اقدرش اعديها الا بعربيه، دي على ريل هموت، ما فيش ميه. ما فيش ميه. حتى في هناك فندق، الفندق الوحيد اللي كان هناك ما جبت صورته، جدران الفندق برضه معموله من الملح والسراير من الملح. يعني بالليل لو الواحد جعان والاكل عادب ولا حاجه يلحس كده في السرير شويه. فكلها دي من الاماكن المميزه جدا. طبعا انا في الغابات بيبقى شكلي مختلف عن شكلي هنا زي ما انت شايف. ببقى راجل غلبان وانا معيش هدوم ومعيش طب دي يعني غابه دي تفتكر ليه؟
ده اكيد شكل شجر يعني واحد لا اعتقد في فنزويلا، اعتقد في فنزويلا بس مش متاكد. طبيعتها طبعا يعني. انا هناك بتبقى دقني ومعيش هدوم ومعيش حاجه غير سكينه صغيره، وبيبقى شكلي كده. انا بتعمد اسيب شكلي بهذا الطريقه بحيث ما حدش يعتدي عليا، بحيث يخاف مني يعني يعمل لي طب لكن برضه عشان تبقى الصوره مكتمله في ذهن الساده المشاهدين، انت لما بتقوم بالرحله بيكون في خطوات معينه انت بترتب لها، بتتفق مع وكاله سياحيه يعني؟ لا كلها بتمشي ازاي؟ بتتحرك تجهيزات ازاي؟ خاصه، وانا بسافر ما اقدرش اخد حد معايا، ولا اللي هياخده معايا هيموت. طب بتعرف الاماكن ازاي الاول؟ بتحضر للرحله طبعا ازاي؟ بتبدا من قبلها ب7 8 شهور رحله، بتبقى فيه كميه معلومات وتجهيزات، بس المعلومات الحقيقيه دايما بتؤخذ من المكان نفسه اثناء تواجدك في هذا في هذا المكان. انت حضرتك 72 دوله زي ما انا قلت. انا رجعت في فبراير اللي فات من الدوله رقم 72. هي المشكله مش العد. الثمره دي بالمناسبه دي اكبر ثمره موجوده على وجه الارض، اكبر فاكهه ومن اجمل انواع الفواكه، فاكهه النانجا. الثمره لوحدها بيوصل وزنها 20 كيلو متر، 20 كيلو جرام. 20 يعني اما انا بلاقي واحده منها، اما بلاقي واحده من دي اقعد اكل فيها اسبوع يعني. طعمها شبه ايه دي؟ والله نقولوا عسل وسمنه وحاجات جميله، هي مسكره جدا ودهنيه جدا. هي اغرب اكله صدفت حضرتك في رحلاتك ايه؟ ده اغرب اكله، دي مشكله. اغرب اكله. ايوه. نبداوا بلحم البني ادمين ولا نبدا بالعظم البني ادمين؟ يلا بقى لحم البني ادمين يلا. هو الاول انا باكد اكلي لحوم البشر على الارض حسب معلوماتي موجودين في مكان واحد فقط، وليس اكثر وليس اقل. انا بحثت على الكلام ده. موجودين اخر جزيره في شرق اندونيسيا. الجزيره دي مقسومه نصين، النص اللي على اليمين اللي هي اسمها ايه، النص اللي على الشمال اللي احنا عايزينه اللي هو اريان جايا، اللي هو تبع اندونيسيا، اللي يبقى الغربي، والثانيه اللي هي بابوا نوي جوينيا. النص الثاني دوله بابوا نوي جوينيا، والنص الثاني اسمه اريان جايا، ده تابع لاندونيسيا. اخر جزيره في اقصى شرق اندونيسيا. في شمال هذه الجزيره يقال ان هناك اكل لحوم البشر. حضرتك قابلتهم؟ انا خدت على عزيمتي ورحت توكلت على الله. بس انا اول ما وصلت قبل ما اخش الغابات اللي هم عايشين فيها، في قريه هناك، فالناس اللي في القريه نصحوني قالوا لي ما تخشش، اللي بيخش ما بيطلعش. يا عم بيخش ايه ما بيطلعش؟ ده كلام انا بعتبر الكلام ده تهريج. فوروني شريط فيديو، بعد ما شفت شريط الفيديو هذا تراجعت في كلامي. كان في 3 من المبشرين الهولنديين راحوا عشان يبشروا هؤلاء الناس للدين المسيحي، ودخلوا ما طلعوش. فجي اهاليهم يدوروا، فوصلوا القريه دي فقالوا لها هم دخلوا وما طلعوش. فبعتوا واحد من القريه وبكاميرا فيديو، قالوا له ادخل اسال الناس اللي جوه دول عملوا فيهم ايه. والحوار ده متسجل على فيديو، وهذا الشريط موجود في هذه البلد. وبيقولوا طبعا احنا شويناهم. ما جبتش نسخه منهم؟ لا نسخه، ده عمليه رعب. انت لو شفت هذا الشريط يعني عمليه، هو مش متصور اكلهم، هو متصور ان هم بيتكلموا وبيترجم. بيسالهم اللي دخل ده، بيقول لهم انتوا عملتوا في ال3 دول ما اكلوهم وخلاص. قالوا له احنا شويناهم، واحلى حته القراقيش اللي مش عارف اللي هنا والقراقيش اللي يعني، قعدوا يتفننوا. طب هم اشكالهم بشر؟ انا ما شفت المنظر ده، خفت، خدت بعضي وقلت لا انا كده عديت حدودي. انا عندي 4 اطفال، ويعني الناس دي لهم حق عليه. دي من لحظات الضعف اللي حصلت عندي. لا اغرب اكله بقى. اغرب اكله في جزيره، في حاجات غريبه كتير. ناخد جزيره هينان في جنوب الصين. كويس. تلاقيهم جايبين طبق كده وفي حاجات صغيره كده مشويه. لو دققت النظر تكتشفي ان اللي في الطبق دول 2000 دبانه مثلا. المشكله بقى انا عايز اعرف اصطادوا الدبان ده ازاي. هي دي بس المشكله يا فندم. طب عمليه هندسيه صعبه جدا. يعني انت عشان تصطاد 2000 دبانه ده عمليه صعب. تجيبهم ازاي؟ لقيتهم عاملين الصينيين عفاريت، عاملين مكنه وحاطين عليها عسل اسود وبتلف بموتور صغير، وعاملين كشاطه كده الدبان يقف فتكشط فيتحوش في البتاعه الثانيه ويشووا دي كانت اكله لذيذه. دي من الاكلات حضرتك اكلت ولا لا ما قدرتش. دي ما قدرتش. الفيران والكلاب الكلام ده شيء، ده حاجه بسيطه لا تقارن بالكلام. اصعب الحاجات اللي برضه ما قدرتش اكلها، في نوع من الفاكهه مشهور في جنوب اسيا جنوب شرق اسيا، موجود في تايلاند وموجود في سومطرة، موجود في اماكن كتيره، بيسموه الدوريان. اللي يشوف الدوريان ده واجب ما يجيش ناحيته خالص. هيلاقي اهالي البلد قاعدين وبيستمتعوا. ايه ده؟ البتاع ده ريحته لا تطاق، يعني يعني منفره جدا. زي فضلات يعني حاجه انا ما قدرت. انا كان نفسي اجرب حتى من باب التجربه، ما قدرت. كل ما تيجي كده هموت من الريحه. مش قادر. بيتعاملوا عادي، ده قاعدين وبيتمززوا وبيقولوا لي ده ملك الفواكه. انا كاتب في الكتاب بتاعي ان الدوريان بيقولوا عليه الدوريان هناك بيسموه ملك الفاكهه. طب اغرب عادات وتقاليد؟ لا انا اقول لك على احسن حاجه بقى، احسن اكل كمان الاول، واقول لك على لا احنا عايزين اكله حضرتك كلتها فعلا يعني.
اجمل فاكهه موجوده على الارض من وجهه نظري، وانا فعلا شفت كميه فواكه غير معروفه هنا على الاطلاق. في نوع من الفاكهه اسمه النارنجه، موجود مش موجود الا في جزيره واحده فقط في الفلبين، مجموعه جزر. الجزيره اللي تحت اسمها ميندناو في الاخر خالص، قريبه من بروناي، سلطنه بروناي. شرق الجزيره دي في جزيره صغيره في البحر، صغيره، نقطه صغيره اسمها جزيره شرجاو. هذه الفاكهه ليست موجوده على الارض الا في هذه شبه الجزيره. ايه يعني؟ قريبه من ايه؟ مش انا في هتدوقيها، صوره مش منها هتوصل لها. في صوره موجوده، في صوره موجوده انا جايبها معايا. هي نوع من الفاكهه بس شكلها يعني طعمها بعيد عن اي فاكهه طبعا. بنعرفها. ما لو جيت اوصف التفاح بالموز اقدر طب يا باشمهندس، هو لانه الوقت قليل مع حضرتك او انتهى، انا اتمنى ان شاء الله ان يعني نلتقي بيه تاني. ان شاء الله. فسريعا، اغرب عاده واغرب تقليد، وانا ليا بس مداخله اخيره مع حضرتك. اغرب عاده، كنت انا نايم عند قبائل اسمها قبائل لابونشا. فين؟ في فنزويلا، في شمال وسط فنزويلا. فواحد منهم قابلته قال لي انت فين ولا عايز ايه؟ قلت له انا هاجي معاك وهنام عندكم. هتنام عندنا فين وليه بتاع؟ فرحت معاه، لما جينا القبيله كلهم اتلموا وقاعدين بيسالوه طبعا ايه، هو ما اعرفش هيقول لهم ايه يعني. فالمهم الراجل يعني كسب لي، خد لي تصريح وقال لي خلاص انت ممكن تنام هنا. قال لي بس مش هتنام معانا، انت هتنام في مكان لوحدك. ماشي. فحته كده وعلقت البتاع. الصبح الساعه 6 الصبح لقيت واحد منهم طالع الصبح ايوه وينادي زي نادى. ايه ده؟ انا اترعبت. المهم بعد هو ما نادي لقيت اهالي القريه كلهم طالعين وكل واحد جايب سكينه وجايين ناحيتي. قلت يا ابني نسيب الصوت. اكيد اللحوم البشر ده هم جالك الموت يا تارك الصلاه زي ما بيقول. دي كانت لحظه فعلا بقيت انزل لتحت وابص كده. ومفيش لغه، مفيش لغه خالص، كله كده. والمهم جايين للمكان اللي انا فيه، كل هم البتاع عباره عن القريه كلها عباره عن ميدان وفي الاكواخ دي. اول ما قال جم طالعين كل واحد رجاله بس، كل راجل جايب سكينه وجاي على المكان اللي انا فيه، وبداوا يتلموا حواليه. قلت انت عامل لي مغامرات وبتاع. بشوف بقى ادي نهايه المغامرات بقى، انا لله وانا اليه راجعون. خلص الموقف على ايه؟ انهم مش بعد ما جم وقفوا، هم جم جنبي ليه؟ هم جم في المكان اللي انا فيه. بعد ما خلصوا البتاع ده جه راجل منادي مناديه ثانيه لا، جم النسوان جايين، الستات. هي الاطفال جم بعد لا هم الستات اللي جم، وكل ست جايبه معاها اناء كده فيه شوربه. هم بيفطروا مع بعض قبل ما يطلعوا يقطعوا شجر الغابات، وبيفطروا في الكوخ اللي انا نايم فيه. فتريهم الناس جايين يفطروا مع حضرتك. جايين يفطروا وجم جايين قاعدين على الارض بياكلوا البتاع ده، والنسوان وقع وانا قاعد كده بتاع. الحمد لله ما عم لقيت الاكل وبتاع. وكنت انا ميت من الجوع طبعا، وقاعد منتظر ان واحد فيهم يقول لي تعالى كل. ما قالوش. هو انا لان الوقت طبعا خلص مع حضرتك بسرعه، انا بس ليا طلب عند حضرتك انه برضو تعمل رحلات او جولات داخل مصر، لانه اكيد في اماكن سياحيه جميله جدا جدا، وبحاجه برضو لاستكشافها وتضيفها للكتاب القيم بتاع حضرتك، لانه احنا عرفنا انه الكتاب يعني ليه نسبه توزيع عاليه او منتشر. فربما ده برضو يعني يسهم بشكل او باخر يعني في تنشيط السياحه عندنا في مصر. والحاجه الثانيه، اذا كان ممكن نستفيد من خبره حضرتك التكنولوجيه في اي مجالات طبعا موجوده هنا ما تنساهاش طبعا يعني. انا تحت امركم. بنشكرك شكرا جزيلا باشمهندس احمد الشهاوي، ونتمنى ان شاء الله لو في فرصه ثانيه نقابلك يبقى الحديث اكثر تفصيلا. وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا يا فندم، حضرتك شرفتنا وحوار جميل النهارده، استمتعنا بيك من القاهره. ان شاء الله يكون في لقاءات اخرى. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من القاهره، نتمنى انها تكون حازت على اعجابكم جميعا. شكرا لكم مشاهدينا، وتصبحوا على خير.